إذا كنت تظن أنني سأحتاج يوما برحمة أمثالك فأنت أغبى مما تبدو. في سوق صاخب بالدار البيضاء أطلق رجل أعمال ثري نظرة غاضب على طفل شارع مروة بالبضاع آمن في عام المختلف. قبل أن نكمل، إذا علمتك أمك اللطف فاضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة. ركل رجل الأعمال الرمل على حذاء طفل البالي. أتسول مجددا؟ هاكا قالها بسخرية ملقيا ببعض العملات وورقة نقدية مجعدة. لم يتحرك طفل. قال طفل بصوت ثابت: لا أريد شفقتك، فقط احتراما. ضحك رجل الأعمال: احتراما؟ أنت محظوظ لأنني لن أتصل بالشرطة بعد أيام. ومضت عناوين الأخبار: إلقاء القبض على رجل أعمال ثري بتهمة الاحتيال. أحاطت سيارات الشرطة بقصر رجل الأعمال. عدت سيارات الشرطة. أشار الجيران وصاحوا. ركض رجل الأعمال لينتهي به المطاف مجددا في السوق، وحذاؤه الغالي مغطى بطين. كان يتمسك بقطعة ورق ممزقة. شاهد طفل الشارع من أحد الأكشاك القديم وبطاقة رجل الأعمال القديمة ظاهرة في جيبه قبل أن يتخذ قراره. هل ستقدم الرحمة لشخص سحقك؟ اكتب إجابتك في تعليقات. تعثر رجل الأعمال نحو طفل ساقطا على ركبتيه. انسابت الدموع على وجهه. أرجوك، تمتم بصعوبة، ساعدني، سأعطيك أي شيء. نظر طفل إلى الأسفل. نفس الشروط، شفقة. انتحب رجل الأعمال: كنت مخطئا، أحتاج رحمة. مد الورقة الممزقة النصف الآخر من بطاقة طفل. مد طفل يده ببطء.